هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. أهلا بكم مستمعين في بودكاست خفيفة برعاية ساوند ديلز. نقدم لكم قصة تراثية عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. بينما جيش المسلمين وجيش الفرس يتأهبان لمعركة، فوجئ المسلمون بأن الفرس قد جلبوا معهم أسدا مدربا على القتال، وإذ بالأسد يعدو نحو جيش المسلمين وهو يزأر مكشرا عن أنيابه. خرج من جيش المسلمين رجل بقلب 1000 أسد، وركض مواجها الأسد في مشهد مهيب يجل عن الوصف. فكيف لرجل أن يركض صوب أسد هصور؟ الجيشان ينظران ويتعجبان. فكيف لرجل مهما بلغت قوته أن يواجه أسدا؟ انطلق بطلنا كالريح صوب الأسد لا يهابا، انطلق بقلب يفيض عزة وإيمانا، فتلك شجاعة المسلم الحق الذي لا يهاب شيئا إلا الله. بل كان بطلنا هذا يؤمن بأن الأسد هو الذي يجب أن يهابه. وثب عليه بطلنا وثوب الليث على فريسته، فعلمه كيف يكون الوثب، ثم أوسعه طعنا حتى أرداه قتيلا مدرجا في دمائه. فتملك الرعب من قلوب الفرس، إذ كيف سيقاتلون رجالا لا يهابون الأسود. دارت رحى الحرب بينهما، فدحرهم المسلمون عن بكرة أبيهم. ثم ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى بطلنا وقبل رأسه تكريما له، فانكب بطلنا بتواضع الفرسان على قدم سعد فقبلها، ثم قال: ما لمثلك أن يقبل رأسي؟ أتدرون من بطلنا هذا؟ إنه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد بإذن الله. ساوند ديلز، منصة التعليق الصوتي.